فاكرين يا صحابي قصة دخول الحمام مش زي خروجه؟ ده المثل الشهير. يلا بينا نعرف قصته بسرعة بسرعة. يلا يا صحابي، بس قبل ما نعرف القصة لازم تدخلوا على قناة يوميات جوجو، تحطوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس. يلا نبدأ قصتنا بسرعة. وقصتنا بتحكي ان كان في واحد زمان زمان في عصر المماليك فتح حمام، بس حمام مش تاني، لا لا لا، ده حمام كده فوطة سخنة على فوطة باردة، حاجة كده تروق عليك. وكان لسه فتحه جديد، وقال انا لازم اجيب الزبون لحد عندي. اعمل ايه انا عرفت، انا اكتب دخول الحمام ببلاش. وكل الشعب المصري بقى زي ما انتوا عارفين يحب ابو بلاش، وكله دخل الحمام. وبعد ما اتبسطوا وعملوا اللي عملوه، راحوا وهم طالعين ملقوش هدوم. استغربوا وقعدوا يقولوا فين صاحب الحمام ده، فين صاحب الحمام ده احنا لازم نشتكيه. واول ما لقوه قال لهم انا ما عملتش حاجه غلط، انا قلت لكم ان دخول الحمام ببلاش، بس ما قلتلكمش ان الخروج ببلاش برضو. يلا كل واحد يطلع كده الفلوس اللي في جيبه ويوريني، عشان اللي عايز يطلع يدفع. وكلهم قعدوا يلطموا على وشهم وزعلانين خالص من اللي بيحصل. وفي الاخر اضطروا يدوهم الفلوس اللي معاه عشان يقدروا يطلعوا. شفتوا يا صحابي الراجل قدر يضحك عليهم ازاي؟ لازم يا صحابي نخلي بالنا لحسن حد يكون بيضحك علينا، ولازم ما نكونش كمان كدابين ولا بنخدع حد ولا بنكذب على حد، عشان انتوا شاطرين حلوين وصادقين. هتدخلوا على قناة يوميات جوجو، حطوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس. يلا يا صحابي انا مستنياكم، ما تنسوش. يلا باي باي بقى عشان ارجع للعالم السحري بتاعي.